يا وحش الاخبار. في ناس سالتني انت مش بردان؟ اجابتي لا، يعني مش قوي. يعني في الاخر خالص هقول لك على حاجه تجيب لك من الاخر، هخليك تجيب من الاخر على طول بصراحه. يعني بقى ايه، نخش في الفيديو على طول عشان ده فيديو مهم جدا، فركزوا معايا. طيب دلوقتي اللي بيتفرج على قناتي الاساسيه عارف ان انا جامد طحن في اللغات. هتقول لي ايه العلاقه؟ مش فاهم حاجه يا عم. بقول لك ايه، ولا كاني قلت حاجه. خلاص يا استاذي، السؤال اللي انا قلته ده مش جاي في الامتحان. خلينا نتفق بس ان انا جامد في اللغات، وخلونا برضو نبدا حديثنا على حاجه احنا متفقين فيها بجد. يعني ممكن حد يكون مش متفق ان انا جامد في اللغات، يا عم ماشي، لكن اكيد احنا متفقين كلنا ان اللغه ديت ممارسه. حصل ولا ما حصلش؟ طيب حد بقى تاني يقوم طالع لك كده يقول لك بص، هو اللغات ممارسه ولكن ثانويه عامه مش ممارسه، ده احنا بنبصمج المنهج وبنخش نحل. لا، ما هو بص يا استاذ، واحد زي بيمارس من زمان تمام، داخل ثانويه عامه، ايه الهبل ده؟ ما كنتش بذاكر انجلش اصلا. يعني كنت عارف، كنت بذاكر كده يوم ما عاوز افك عن نفسي، او ما اخش اذاكر شويه احل شويه، فاهمني؟ فانت لو بتمارس، لو ماشي على النهج ده، يعني نهج الممارسه في منهج ثانويه عامه، يبقى تمارس منهج ثانويه عامه، هتبقى احسن من اي حد تاني. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع ازاي يا عبد الرحمن امارس وانا اصلا ما عنديش حد امارس معاه بقى، والشغل ده واقعد اتكلمها بالانجلش، وايه الهبل ده؟ تضييع وقت. بص يا استاذ، اللي هيحصل الاتي: هتمسك الكلمات، وبعدين هتقوم جايب الكلمه، تمام يا باشا، وعامل عليها جمله. حد دلوقتي بقى قال لك يا نهار اسود، شكله بيكلم الجاكيت الغريب ده، شكله بيكلم ناس جلاده يا عم انت عبيط يا عم، اصبر بس عليا. انت هتمسك الكلمه وتعمل جمله عبيطه يا عم؟ اقول لك حاجه، انت واحد تحت الصفر، انا بكلم الناس اللي تحت الصفر. انا دلوقتي معايا كلمه مش عارف معناها، تمام؟ هتعرف معناها، ما انت ما تخترعش، هي دي كلمه وتجيب معناها بس. environment يعني بيئه بس، خلاص يعني يعني ما فيهاش شرح. الكلمه دي معناها كذا بس، بصمجها. يعني هو ايه، هو اللي اخترع اللغه قال لك الكلمه دي معناها كذا، خلاص احفظها، بتتحفظ يعني. طب اعمل ايه بقى يا عبد الرحمن؟ تقوم واخد الجمله دي حاططها في جمله. حد دلوقتي واقف قال لك لا يا عم انا في الفيديو ده مش فاهم حاجه. يا ابني اسمع، انا مش عايزك تعمل جمل اسطوريه، اعمل جمل تافهه. يعني مثلا كات، اي هاف ا كات، دوج، اي لاف ماي دوج. في اتفه من كده؟ ما تعملش غير كده. هتقول يا عم طب انا كده استفدت ايه؟ بص يا استاذي، تمشي ايدك، اي لاف ماي دوج مثلا، انا بحب الكلب بتاعي، تمام؟ فانت لو عملت كده، فانت كده بتحاول تربط كلمه دوج دي باي حاجه، فانت تعمل الجمله دي والجمله دي والجمله دي. طب يا عبد الرحمن ده كلام تافه ما بيجيش في الاسئله دي، يعني الجمله زي دي عمرها ما تيجي في سؤال، انا كده ما استفدتش حاجه. اتك يا استاذ. مع الوقت بقى لما انت تعمل كده كتير، هتلاقي الكلام بتاعتك بدأت تزيد، فتلاقي نفسك بتعمل جمل اصعب شويه، شويه تعمل جمل اصعب شويه، شويه تعمل جمل اصعب شويه. يعني انا عايزك تبدأ باحسن حاجه عندك. اول ما تبدأ تحط الجمل بتاعتك، حطها باحسن حاجه عندك. واحد دلوقتي اخره اي لاف ماي دوج، يا عم اكتب اي لاف ماي دوج، المشكله يعني؟ هو عيب؟ ما انت بتتعلم، اتعلم، فاهمني؟ احمد محمد هو جرافيك ديزاينر. بصوا يا جماعه هو عمل لي ايه. الجرافيك ديزاين انت هتحتاجه في اي حاجه عايز تعملها. عايز تعمل مثلا ستور على الانستجرام هتحتاج لوجو. عايز تعمل قناه على اليوتيوب اللي انت كنت تفتحها من زمان هتحتاج بانر ولوجو. وخد بالك من خبره، البانر واللوجو دول الناس بس مجرد ما بتشوفهم لو حلوين يشتركوا على طول، فليهم تاثير كبير قوي ولكن بمبلغ صغير قوي. تمام؟ فهتلاقوا التواصل تحت في الديسكريبشن، وبرده في اول كومنت خشوا اتكلموا معاه. يا عم لو عندك فكره روح اساله. انت بقى مع الوقت هتلاقي نفسك ان حصيلة الكلمات بتزيد، فبالتالي الجمل بتاعتك بقى بتبقى اصعب فاصعب فاصعب، لحد ما تعمل جمل حتى اصعب من الاسئله اللي بتيجي في ثانويه عامه. تمام يا استاذي؟ تمام. انا بس عايز اعرفك اصلا ان اسئله ثانويه عامه سهل، يعني عموما كالانجلش كده لا سهل. فانت صدقني هتوصل للمستوى ده بسرعه، ما تقلقش، بس انت اعمل اللي انا بقول لك عليه ده. طيب يا عبد الرحمن، انا عملت كده، اعمل ايه بعد كده؟ زي مثلا واحد دلوقتي مستوى عالي اصلا مش محتاج ان هو يبدا يعمل الكلام ده، هتعمل ايه؟ هتقوم واخد الجمل بتاعتك دي تعمل بيها قطعه. ده معناه ان انت هتعمل ايه؟ انت مثلا معاك مجموعه 10 كلمات، بتعمل جمله على كل كلمه عشوائيه. لا، انا بقى عايزك تعمل كل جمله، تمام، تكون بتقدر تربطها مع جمله تانية انت هتعملها. يبقى تربط 10 جمل ب 10 كلمات عشان تقدر تخليهم يتحطوا في قطعه يدوا معنى. انت لو عملت كده 100 مره، يعني انا بجد والله العظيم انا ما بهزرش، انت لو عملت مثلا جبت كلمات المنهج كلها، وعلى كل كلمه عملت جمله، وبعدين رحت عامل لك مثلا 100 قطعه بالكلمات كلها على مدار طبعا السنه كلها،
انت تخش تقفل سؤال القطع ده. انت فاهم، انت هتبقى بتلعب القطع. فاهم حاجه؟ انا بقى عايزك ايه، تمشي على النظام ده. الممارسه، تمسك الكلمه تعمل جمله، تمام؟ بعد كده تمسك كلمه تانية تعمل جمله، تعمل جمله. وصلت للمستوى ان انت بتعمل جمل خلاص مرتاح عادي، خلاص يبقى ابدا بقى اعمل جمل متوصله ببعضها. بعد كده وصلها على شكل ايه، باراجراف او قطعه، وعيش بقى. دي كده ازاي تمارس. طيب بص يا عبد الرحمن بقى، اللي مستني بقى الحاجه اللي انا قلت له هتخلص. بص يا معلم، انا هطلع لايف بكره الساعه 2:30، بكره الجمعه يوم 24، تمام؟ الساعه 2:30 هطلع لايف من الوحده الاولى للوحده الرابعه. هنعمل اللي انا قلته ده، جمله على كل كلمه. هنعيش بقى. تمسك كراستك وطك طك طك، هترجم لك كل حاجه. عايز واحد كده، واحد عربي فاهم يعني، عمره ما لمس حاجه اسمها انجلش في حياته، يجي معايا هنفرتك الانجليش ده من الوحده الاولى للوحده الرابعه. طب الكلمات اجيبها منين؟ خش على جروب الواتس، هتلاقي في الوصف، تمام، لينكات. هتدوس على اللينك، هتحمل البي دي اف فيه كلمات من غير اي هيلمان، جايبها من جيم عادي، بس شايل لك الشخبطه اللي هم حاطينها حوالين كلمات، كلمه معناها كلمه معناها كلمه معناها. بس هتحملها، هتلاقي الكلمه معناها، تحطها قدامك كده وانت بتتفرج عليا في موبايلك بقى، في اي يعني، تخلي مثلا البي دي اف في موبايل وتتفرج على اللايف في موبايل تاني. بس اهم حاجه عندي ان انت يبقى معاك ورقه. اقسم بالله لو اتفرجت على اللايف وانت ما بتكتبش، بتحرق ده وقت، ما بتستفدش اي حاجه. تقعد قدامي اي حاجه اكتبها تكتبها ورايا، هتلاقي بعد اللايف ده ما يخلص هتلاقيك كاتب فوق الايه، ال 200 300 جمله كده. بصمج، انا عايزك تبصمج. ليه بقى؟ لان دي كلمات، هو هيقول لك الكلمه ومعناها. اللي اخترع اللغه يا عم قال لك الكلمه دي معناها كده، انت مش تخترع، انت تحفظها. طرق الحفظ بقى بتتغير، لكن الممارسه هي افضل طريقه. ماشي يا استاذي؟ اللايف بكره الساعه 2:30، عايزكم بقى ايه يعني، كلكم تبقوا هناك نبصمج من الوحده الاولى للوحده الرابعه. اللي خلصهم يراجع، اللي ما فتحش الانجليش اصلا يحفظ معايا، واللي عايز ياكد، واللي عايز يعمل اي حاجه يعمل. قشطه يا رجاله، سلام.